لما تجرب الجهاز ده مش هتعرف تتفرج على التلفزيون العادي تاني. اصل ليه احط تلفزيون في مكان معين ومقاس معين وابقى محكوم بيه دايما، مع انك ممكن تاخد تجربه سينمائيه رهيبه مع بروجيكتورز بينكيو، مع اقوى بروجيكتور عندهم الW4000i. انا بقالي سنين بستخدم بروجيكتور بتاع بينكيو، وبجد تجربه مختلفه تماما. لما بتتعود على الحجم الضخم ده اللي انت تقدر تكبره وتصغره على حسب المكان والاوضه اللي عندك، ممكن يوصل عادي قد التلفزيون 150 بوصه. وانا عارف انت ممكن تكون تجربتك مع البروجيكتورز اللي بتبقى في الجامعه او في القهوه سيئه جدا، بس احنا هنا بنتكلم عن سينما بروجيكتور 4K ده بتوصل ل 3200 لومنز، بيدعم كل تقنيات العرض دولبي فيجن HDR، الوان مظبوطه جدا لدرجه ان هم حاطين شهاده معايره للالوان مظبوطه بالملي، في سيستم اندرويد كامل. تجربه جيمنج وفرجه بجد مش ناقصه حاجه، مفيش حد جربه وشافه الا وانبهر بيه. ولو عايز تعرف اكتر عن بروجيكتورز بينكيو هتلاقي اللينك في البايو.